لما يروح جايب بلدوزر يروح شايل العماره كلها يكلف الدوله كمان عدد شيء. لا طب الراجل اشترى ذنبه ايه؟ صح. وده على فكره حصل في اسكندريه. عايزين نشوف الصور دي تعلق عليها في السريع. يلا احنا قدامنا 3 دقايق. ماشي. والله هو اعتذر وبعت لي رساله انه اعتذر ونزل على موقعه اعتذر، وهو عمرو اديب سخنه واخد بالك، لكن انا سامحته خلاص. خلاص. اللي بعده. غلط غلطه كبيره لما حاول يعتدي على زميل لي في جنوب افريقيا بالسكينه، وغلط غلطه اكبر لما راح الاتحاد السكندري سنه. انا قلت كنت عايز ابيعه فقلنا خلاص سنه عشان هو كان كابتن النادي، انه غلط في النادي وقعد يقول كلام ما ينفعش يتقال. اللي بعده. ابو عبد الشافي. والله يا عبد العزيز شافي شخصيه مؤدبه محترمه، احنا اصطدمنا قبل كده مع بعض لما قال ربنا يهديك فقلت له ربنا هداني وخلاص اتنازلت عن شكوى اللاعب. فده قاعد بقى الناس يقول لك ايه عبد العزيز عبد الشافي خلص على مرتضى. طب واحد بيقول لي ربنا يهديك اقول له ايه؟ اقول له لا مش عايزه يهديني. فالحمد لله ربنا هدانا والاهلي خسروا على فكره. راجل محترم. اللي بعده. اخوانجي. ده مين ده اسمه ايه ده؟ ميدو جابر. اخوانجي على طول انا مغمض. اخوانجي. اخوانجي من الفيوم. ايه اللي بعديه؟ اللي بعده. باسم انا قلت له هترجع المنتخب ورجع فعلا وركز. هو خطب بس الغريب بقى راح يخطب بالشورت لابس شورت وفطه وبتاع حاجه غير طبيعيه. هو عايز يغزني باي طريقه يعني. بيستفزك يعني. لا يعني هو بقى بيستفز العروسه يعني ولابس شورت وقميص. لا يعني انت عارف واحد لابس بدله وكرافته ماشي لو شورت. محمود طاهر بيتعرض لاقصى حمله في تاريخ النادي الاهلي. لو وقع محمود طاهر هيقع النادي الاهلي، مش وقت العتاب خالص. مع انك منافس يا بيه بقول لك ما هو الاهلي لو وقع الزمالك بيقع بعديه. هو انا لما اخد بص لما سالوني تحب الانبي يغلب ولا الاهلي يغلب في كاس عشان تلعبه؟ قلت له عايز الاهلي يغلب. اقول له عشان لما اخد الكاس من الاهلي باخده من حاجه ليه احترام الانبي قيمه طبعا. ليها قيمه طبعا. محمود طاهر ومجلسه بيتعرضوا لاسوأ حمله من جوه النادي. من جوه النادي مش وقت شماته، مش وقت تصفيه حسابات. احنا تعرضنا للكلام ده كتير. عايزين الزمالك وقع 10 سنين بسبب حسن صار وممدوح عباس ورؤوف جاسر واسماعيل سليم. عايزين توقعوا الاهلي، خشوا في المتاهه اللي انتوا عاملينها دي. اقف مع مجلس ادارتك، اقف مع فريقك وبعدين نتحاسب بعدين. وبعدين انا مش هنصر عيال صيع بلطجيه راحوا ضربوا العيال ونطوا السور وبالسكينه ومطوا وبتاع وبعدين اقول هو السبب. مش وقت اعتاب خالص ولا تصفيه حسابات. اللي بعده. دي العيال مجرمين جماعه ارهابيه محظوروا بحكم المحكمه، اتربوا وتأدبوا عندي، ما يقدروش يقربوا من بوابه النادي 100 كيلو وخدوا 100 فرصه والرئيس نفسه اداهم 100 فرصه. رئيس الجمهوريه. سيد رئيس الجمهوريه تاني يوم شتموه قال ادبهم عليه. فدول مكانهم. انا قلت قبل كده انت لما تيجي تضربني بقنبله او تضربني بمطوه ما هو انا هرد على مش انا الشرطه يعني. طبعا انت بتتبول على الشرطه ليه؟ على العسكري غلبان. مين اللي حرق اتحاد نادي الشرطه؟ مين اللي سرق اتحاد الكره وحرقه؟ مين اللي اقتحم النادي الاهلي في الجزيره ومدينه نصر؟ مين اللي اقتحم نادي البلطجيه دول والبلطجيه؟ مين اللي قتل الولاد الشبان الصغيرين في بورسعيد؟ لا في بورسعيد هم دفاع الجوي. مجدي بيه عبد النعيم مطلع قرار احاله بقياده سيد مشاغب القائد بتاعهم. اللي بعده جمال الغندور. لا ده مروح ده ليه ابن اخوه في داعش وابن اخوه الثاني عامله حكم بيجامل. وده راجل كل شويه يقول لك ايه؟ تحب اقول لك اللفظ اللي قاله اللاعب للحكم؟ فانت في الاستوديو تقول له لا خلاص. شوبير يخوض اكبر معركه في تاريخه ضد قائمه هاني ابو ريده. انت مع شوبير؟ انا مع هاني ابو ريده. اللي بعده. يا جماعه مزبله التاريخ. اقلب. ده صعب تواليت. له حريه الرد. دي ميه دياب. عايزين نجيب لك 6 كلهم رجاله. دي ميه دياب؟ دي ما بتتكسفش. على فكره دي كانت شايله برضو معاهم خلاص؟ دي مره ما عندهاش دم. دي مره بتقول لك ثانيه واحده يالا ثانيه يا اخويا ما تجعرش استنى يا اخويا. بتقول لك لازم البنت تبقى مع الواد بعض قبل الجواز. ده زنا يا بنت صايعه. اللي بعده. يا جماعه انتوا انا جالي رساله من بنت اهلها ليبيين يا عمرو هزعها في الوقت المناسب. انت وصديقك المحامي شوفوا اخدتوا ايه وعملتوا ايه، وهذه رساله لمصر كلها. انت عمال تتكلم عن الفقراء،
طب والقصر بتاع لندن اخباره ايه؟ وقصر باريس اخباره ايه؟ ها؟ احنا شعب كلاب غربانه كلاب مسعوره؟ عيب. مع احترامي لاخوك عماد المحترم. محترم. خالد علي ده ولد كان شغال جرسون في شارع جامعه الدول العربيه، على فكره ده من دايرتي، واخد بالك. انا عايز اساله بس سؤال. هو المكتب اللي ب 30,000 جنيه في الشهر، انا عمري ما شفتك في محكمه. على فكره مكتبه في نفس العماره اللي فيها ايهاب الخولي. بيجيب 30,000 منين؟ خالد ابو النجا. خالد ابو النجا؟ مين خالد ابو النجا دي؟ ممثل. خالد ولا خالد ابو طول؟ لا خالد. خالد ابو النجا. كلام مظبوط، خالد ابو النجا. خالد ابو النجا الممثل. خالد ابو النجا كان متهم في قضيه انه ضبط في فندق من الفنادق بيمارس الشذوذ. تمام. وكان للاسف القضيه دي متهم فيها المرحوم نور الشريف، حطوا اسمه كده. فانا شفت المحضر. استرجل يا خالد بقى، استرجل يالا. لا دي مجنونه. لا دي مجنونه، دي معموله لجنه خاصه يوم القيامه. انت نوال السعداوي. لا دي مجنونه، دي وليه مجنونه. بص شكلها عامل ازاي، استغفر الله العظيم. لا دي وليه مره مجنونه رسمي. لا ده بتقول كلام عايزه، ده بتقول القران كله. ده لسه قايله تصريح. لا ده بتقدر ثانيه واحده. لا سيبك من الواد المضروب ده العبيط ده. ارجع لنوال. المجنونه دي تاني. ارجع لنوال. شوف شكلها بقى عامل زي ايه. دي عايزه تغير القران والذكر ليس مثل الانسان. لا بتغير ايات القران كلها. اخر تصريح قالت ان هي عايزه الست تتجوز 4، اشمعنى الراجل؟ بالظبط قالت كده. دي ليها حل واحد. مستشفى الامراض العقليه تقعد فيها وتقضي بقيه حياتها هناك. دي مره مجنونه، واخد بالك. ولو في اعلام محترم ما يطلعش الولايه المتشرده دي، واخد بالك. دي لو طلعت لي بالليل ومصحف ممكن اتخرج. حق الرد مكفول. ده انا بالجزمه القديمه. ده انت كفره عايز تغير القران الكريم. لا ده بقى واخد توكيل الضرب في مصر. ضرب. كل الانظمه ضربته ومش عايز يتوب. ده صاحب التوقيت ده. ده العجل. ده قالوا عليه عنده شذوذ جنسي راخر. ولسه النهارده والله الليله دي العيال بتوع جماعه الاخوان المسلمين ده كله عنده شذوذ جنسي. ده يا دوبك. ده هو ده الشذوذ. لا ثانيه واحده من فضلك، رجعوا لي تاني. ارجع له، احنا فاضل دقيقه على الفجر. العجل ده لما قال الرابعه كانت مسلحه معاهم سلاح يكفي يقضي على الجيش والشرطه. تاني يوم قالوا عليه ده عنده شذوذ. اللي بعد شوف شكله عامل ازاي. طب ما تقول من ورا. خالد حنفي. والله خالد حنفي انا عايز اعرف الناس بتشتموا ليه. يعني احنا جينا لو تفتكر السيسي لما جه كان في مشكله في العيش طوابير وبتاع قضى عليه، قضى على الكلام ده. بس يتشتم مش مشكله. يلا اللي بعده. هشام جنينه. هشام جنينه في موقف صعب جدا، وانا بعرفه كويس وبعرف ولاده وبعرف بناته، فعارفين ان انا اتكلم اي حاجه عنه. ماشي. اللي بعده. اخر الصوره الشيخ محمد حسان. ده المحامي بتاعه. انت المحامي بتاعه؟ واخوه محمود. والواد ابنه عندي على طول. مع المستشار شرفتني ونورتني. شاكرين. بنقول لكل المشاهدين، عرفتوا ان في ناس جبنات، عرفتوا ان في ناس بتخبى تحت السراير، عرفتوا ان كل اللي بتعرفوا في الجرايد والهكس والوسائل قرار عرفت ان دي عصابه عامله عناتر تحت السرير، واول ما يجي لهم الذكر الاسد كلهم استخبوا وتحن عليهم يعملوا ردود على انه يكونوا بيتكلم في القانون. ومحدش راضي. اشكرك يا دكتور، وان شاء الله باذن الله ربنا هيكرم مصر يا رب باذن الله، وهتطلع من الكبوه اللي فيها. وببشرك 2017 الخير كله لمصر يا رب. اشكرك شكرا جزيلا المستشار المحترم مرتضى منصور. وبكرر تاني اي حد جه اسمه حابب يرد يتفضل في اي حلقه من حلقات البرنامج. تحت امركم. تصبحوا على خير. اشوفكم بكره.